روق كده يا بليونس، ربنا يعوضك. دي لا اول ام ولا اخر ام. صرفوا لي في اكياس دم بسرعه. دكتور. ايه ده؟ انت بتشرب سجاير في المستشفى؟ لا مؤاخذه يا دكتور، انا اسف. طب اعزم يا اخي. والله لا، ده انت بقى خد دي بقى محبه واحده كده، فلتر طبي. تسلم يا ذوق. ايه التعويره دي، جاي تتعالج هنا؟ لا ده انا جاي زياره والله، بس قلت ما اجيش بقى براسي فاضيه. بس بقى يا شندويل طمنا يا دكتور، ماما عامله ايه؟ انا رايي تصفروها. صفاء دي لسه راجعه من المنصوره، كانت عند قرايبنا هناك وانبسطت. منصوره ايه؟ صفروها بره، المستشفى هنا زباله. النعمه يا دكتور. طب وهي تستحمل السفر بره يا دكتور؟ لا طبعا، بس هي دي الجمل التقليديه اللي بتتقال في المواقف اللي زي دي. الانفعال كان شديد عليها، السكر عالي، ضرب في المخ. قلقان كده ليه على المخ؟ المخ ده حاجه عاديه جدا. انا اللي مفزوع منه الكلى. ايه ده؟ هي كانت بتغسل كلى. هي كانت بتشرب كولا بس كتير. انت كمان بقى. لا يا دكتور خالص ما كانتش بتغسل. المشكله دلوقتي ان احنا لازم ننقل لها دم، بس ما فيش في المستشفى فصيله او موجب. دكتور. ايه في ايه؟ دكتور، لا مؤاخذه، في ايه؟ عايزين حضرتك في العنايه. حاضر. مش هسامح نفسي يا شندويل، انا لو ماما حصل لها حاجه هأنب نفسي طول عمري. يا اخي ما تقلقش، ان شاء الله هتبقى كويسه. وبعدين انا عمتي السنه اللي فاتت حصل لها نفس الموضوع ده بالظبط، بجد وبقت كويسه؟ بقت في حته احسن بكتير الحمد لله. سعد يا ابو هيمي، انا مجدي تختوخ، جيت لك بنفسي. هتلفيني فلوسي ولا هتغدر بيا زي ما غدرت برجالتي؟ لا عاش ولا كان، اللي يغدر بالدولة مجدي تختوخ. انا هرشك يا ابو هيمي وعارف انت عايز ايه. عايز تاخد لبن العصفور لوحدك. هقول لك كلمتين يا ابو هيمي، حطهم مطرح ما تحطهم. لبن العصفور جاي من كوريا، والكوريين في مصر ما يعرفوش غير حاجتين: مجدي تختوخ وكيا السيراتو اللي هي بابين بس دي، فانسى. اما الفلوس بقى اللي انت ضربتها من رجالتي فتجيلي دلوقتي تحت رجلي، يا اما ورحمة عوني البسك انت ورجالتك طرح اسبانيش. في واحد هناك لسه ما شدش اجزاء، فطوره. منور يا مجدي. خير اللهم اجعله خير. ده انا اتفتحت لي طاقة القدر. معلش بقى يا مجدي، الهنجر مش قد المقام، بس لو اعرف ان مجدي تختوخ جاي للهنجر انا كنت فرشت الارض نوتيلا وبالبندق كمان، بس خفت من السحله. فلوس يا ابو هيمي. ابلع ريقك يا مجدي وانسى فلوسك، ولا اعلمك علامه زي اللي علمتك بيها في راسك زي المره اللي فاتت. اعذرني بقى، ما بعرفش ارسم، كان نفسي اعملها لك خط مستقيم. بوهيمي بقى. لسه دمك تقيل يا ابو هيمي. بقول لك ايه يا دوله، اديني الامر وانا اخلص عليه. لما المعلمين يتكلموا الصبيان تخرس خالص، ولا انت ما تفهمش في الاصول؟ ما ترد عليا، قول لي بتفهم ولا ما بتفهمش؟ خلاص يا مجدي مات. عصبني يا ابو هيمي. انت ينفع حد من رجالتك يتكلم وانت واقف؟ انت يا كابتن ينفع تتكلم والمعلم بتاعك واقف؟ بتكلم. اخرس يا ماشي يا معلم. انسى الفلوس يا مجدي وارجع انت ورجالتك، عشان الطلق هيخلص ورجالتك كمان هتخلص. ارجع يا ابني بيتك سالم غانم. سالم غانم؟ سالم غانم؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. برضه هربت زي الفرخه يا ابو هيمي؟ بس هتروح مني فين؟ اجيبك. شغلانتنا كلها اوضه وصاله، وانا مجدي تختوخ اللي الموت لما يشوفه يدوخ. يا رب والنبي انا ماليش غيرها.
رب قومها بالسلامه. خلاص انا اطمنت. بجد يا دكتور؟ الحمد لله الحمد لله يا رب. ماتت اكلينيكيا. القلب لسه شغال لكن وظائف المخ توقفت تماما. انا رايي بقى ان انت ترفعها من على الاجهزه، اصل مفيش جديد، وهو بالمره توفر كهرباء، وانت عارف الكهرباء فواتيرها وشك وتسيخ. تؤمرني بحاجه تانية يا دكتوره؟ متشكرين قوي يا اسطى. رضيته؟ رضيته. اديته كام؟ اللي فيه النصيب بقى يا دكتور. ماشي. والنبي يا اسطى ترابزين الدور الثالث محتاج شويه لحام. ماشي يا دكتور. مع الف سلامه. سلامه الله. طمنا يا دكتور، الدولة بخير؟ ايه، الدولة بتمر بمرحلة صعبة، ضغوط اقتصادية وحروب ضد الإرهاب. ضغوط اقتصادية ايه يا دكتور؟ صحصح معايا، أنا بتكلم عن جناب الدولة مجدي تختوخ. انا تختوخ. أيوة واضح جدا والله إن أنت تختوخ باينة، مش محتاج ترفع لنا إيدك يعني. خير يا دكتور طمني. إحنا اضطرينا نقص السيخ علشان نعرف نعدي في الطرقة، لكن صعب إننا نسحب السيخ من قلبه. يعني ايه؟ يعني انا هفضل عايش زي الشيش طاووق كده؟ ده أنت لو عشت من أساسه. يا جماعة من فضلكم، دي إرادة ربنا. الدولة محتاج زرع قلب. اتصرف يا دكتوره، الدوله لازم يعيش. ادينا قلبه، خد قلبي. يا استاذ عبد الباسط حموده، انا بتكلم كلام علمي مش بتكلم في لاجايز. هو محتاج نقل دم فصيله او موجب، ولو لقينا اللي اتبرع بدمه مش هنلاقي اللي اتبرع له بالقلب. يعني المفروض نعمل ايه دلوقتي يا دكتوره؟ تطلع له تصريح دفن. انا مش هموت لوحدي يا دكتوره. حبيبي ما تتعبش نفسك، انت قلبك تعبان. هو في حل، بس ربنا يقدرنا عليه بقى. ربنا ياخدني عشان ترتاح مني خالص. اخصى عليك يا يونس، اخصى عليك. الحمد لله على السلامة يا دولة. الحمد لله على السلامه يا دوله. ما تقلقش يا دولة، دي الممرضة. هو الدكتور الزفت ده مش هيعمل العملية بقى؟ الحمد لله عملها يا دوله وقمتلنا بالسلامه. انا اقول القلب بيدق كده ليه؟ القلب ده صغير عليا يا كردي. لا يا دولة، أنت بس اللي قلبك كبير. لا معلش بس يا دولة، مش هينفع دلوقتي، قلبك مش هيستحمل. مش هستحمل ليه يعني؟ يعني لا مؤاخذة قلبك رهيف حبتين. قلبي رهيف ليه؟ ركبتوا لي قلب هاني شاكر؟ غلطة. بقول لك ايه؟ فكرونا بعمل عيد ميلاد جرح انا في المستشفى هنا السنة الجاية. مالك يالا انت وهو ما بتضحكوش ليه؟ بطلت ركبت لي قلب مين؟ بصراحة يا دولة، احنا ركبنا لك قلب واحدة ست عندها 62 سنة. 62 سنة يا